أكيد يا جماعة كلنا سمعنا عن جريمة طفل الإسماعيلية. جريمة مش بس هزت مصر، دي خلت الناس كلها تسأل نفسها السؤال ده: إزاي ممكن طفل يتحول لوحش؟ قصتنا بتبتدي في حي هادي من أحياء الإسماعيلية. كان في ولد صغير اسمه يوسف، طفل زيه زي أي طفل، بيلعب، بيضحك، بيروح درسه. لكن في يوم من الأيام حصل خلاف بسيط بينه وبين صاحبه، خلاف ما كانش يستاهل، بس اللي حصل بعد كده كان مرعب بمعنى الكلمة. يوسف استدرك صاحبه لشقته، الكل افتكر انهم هيلعبوا او يذاكروا سوا، لكن ورا الباب ده كانت النهاية ما حدش يتخيلها. التحقيقات قالت ان الطفل استخدم أداة حادة وان الجريمة كان فيها تخطيط. لكن لما دخلت الشرطة الشقة شافوا مشهد صعب، حتى على ضابط خدم سنين. ولد صغير واقف مذهول مش قادر يفسر اللي عمله، وصاحبه خلاص راح. عارفين، ده مش بس قتله، ده قطعه بالمنشار وشاله في التلاجة وأكل منه كمان وقال على طعمه زي البنيه. شوف وصلنا لحد فين. والنيابة بدأت التحقيقات واكتشفوا إن الولد بيعاني من اضطراب نفسي، وإن حياته كلها كانت مليانة عنف وإهمال. كل ده خلاه يفقد الإحساس بالرحمة. القضية بقت قضية رأي عام، الناس كلها كانت بتتكلم عنها، وفي الآخر اتحول يوسف لمحكمة الأحداث عشان القانون المصري بيحاكم الأطفال بشكل مختلف. لكن القضية فتحت باب كبير للنقاش: هل التربية الغلط ممكن تخلق مجرم؟ ولا العنف اللي حوالينا هو اللي بيشوه نفوس أطفالنا؟ أخصائي علم النفس قال إن يوسف مش لوحده، في آلاف الأطفال بيعانوا بصمت، بيتعرضوا للعنف والتجاهل والإهانة، مفيش حد بيسألهم أنت كويس، ولما ينفجر الغضب جواهم بيتحول لكارثة. القصة دي مش بس جريمة، دي جرس إنذار لكل بيت، لكل أب وأم. راقبوا ولادكم، اسمعوهم، حسوهم قبل ما يتحول السكوت اللي جواهم لصرخة أو جريمة. القصة دي علمتنا حاجة مهمة جدا: إن الشر ممكن يطلع من مكان ما تتوقعوش، من طفل بريء، من بيت بسيط، من مجتمع ناس يراقب أولاده ويتكلم معاهم ويسيبهم يلعبوا أي حاجة هم عايزين يلعبوها، من جيمز على النت أو يتفرجوا على أفلام مش مناسبة ليهم. خدوا بالكم من ولادكم، ولادكم أمانة بين إيديكم. دي كانت قصتنا النهاردة من دراما من الواقع. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم، هل يوسف ضحية ولا مجرم؟ وهل المجتمع ليه دور في اللي حصل ولا لأ؟ لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة.